السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطولة آسيا للنخبة، مباراة الهلال والغراب القطري. مباراة متوقع أن الهلال بيفوز فيها. مباراة كانت ما أقول من طرف واحد، والله الغرافة كافح وأدى، بس الهلال كان مسيطر على المباراة. بغيابات الهلال انتصر 2-1 على الغرافة. الغريب الغرافة ريح إبراهيمي، سبحان الله. ما تدري سالفة تريح دي اللي اي واحد يقابل هي يريح لعيبته. الاتحاد ريح اللعيبه حقه، ركب فتشوا برقوهين، ولا فريق الخدود ريح اللعيبه حقه من قابل الهلال في كاس الملك، والشباب ريح اللعيبه حقه ونزلهم في الشوط الثاني. والان الغرابه سبحان الله ما تدري النجمه مباراته الجاي بيريح اللعيبه. المهم الهلال صراحه مسيطر على المباراه وادى مباراه جيده. صح اللي تشوف النتيجة يقول أوه مباراة كانت مباراة تحت المتوسط. صراحة الهلال يمشي بخطى ثابتة في الأندية الآسيوية، وطلع لك ناس يقولوا لك إنزاغي وما يلعب إنزاغي ذكروني بالسنة اللي راح على الاتحاد. ما عاد الجمهور فريقهم فايز وينتقدوا المدرب، ويطلع لك سامي الجابر يقول لك المدرب مو عاجبنا. المدرب من حناك انت ما كنت تدرب الهلال؟ وش سويت ابه؟ سوي فيها دحين انه محلل فني سامي الجابر يا عمي؟ ولا ياسر القحطاني اللي استغفر الله العظيم ما يعرف حتى، قعد 4 سنوات انا معتقد، وحتى الان بالقوه يتكلم. وكانت المباراة وإن كانت والتغيير. استغفر الله العظيم. ده المحلل بس تحسن بالسنة شوية نقول يا صالح القحطان ما علينا. بس المبروك لجمهور الهلال، تصدرهم للأندية الآسيوية، شكلها الآسيوية دي شكلها للهلال، بس إن شاء الله الاتحاد ياخذها. والمضحك جمهور الهلال وجمهور النصر والطقطقات اللي بينهم على التحكيم، هذا ظلم وهذا ظلم. ولا يجي لك واحد يقول لك الهلال هو أكثر واحد استفاد من التحكيم، ولا جمهور الهلال يقول لك النصر هو مستفيد. أوه، وطلع لك واحد يقول لك بوم 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 مصلي عليه موسيقى حزينة، الفيح انظلم، الفيح الفريق المسكين انظلم، ونسي ان فريقه ظرف الشباب ضربة جزاء. استغفر الله العظيم. ويطلع لك واحد من النصراويين يسب لك دمر يسب استغفر الله العظيم. جمهور